السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض اقوى واجمد تتبيله للحوم وللمشويات وللفراخ. هتستخدميها في كل حاجه. انا حطيت هنا ربع كوبايه خل. ودلوقتي هجيب بصل وهقطعه زي ما انت شايفه شرايح. فعلا طريقه. الحاجات دي التتبيله اللي انا هعملها لك دي بتبقى مكونات اساسيه موجوده في اي تتبيله مشويات انت تعمليها. سواء فراخ، سواء لحوم، كفتة، سمك، كباب. وبعد كده أنتِ بتضيفي لها بقى الإضافات التانية، بس دي حاجة أساسية. زي ما أنتِ شايفة أنا حطيت هنا كمية بصل تقريبًا 3 بصلات كبار، ومعايا طماطم برضه هاحط 3 طماطمايات كبار، كله في الكبة. لو عندِك خلاط أي حاجة تشتغلي بيها. مكونات سهلة وجميلة بتدّي فعلًا المشويات طعم جميل ومميز ورائع. حاجة حلوة ما أقولكيش وطبيعية ومكونات موجودة عندِك في البيت. إحنا بنعملها بطريقة سهلة خالص وبسيطة. أنا دلوقتي هاحط بقى فلفل حامي، هاحط فلفل أخضر وفلفل أحمر. ولو أنتِ عايزة تحطي فلفل رومي، لو أنتِ ما بتحبيش الحاجة الحراقة ممكن تحطي فلفل رومي. أنا دلوقتي يعتبر خلاص هاحط بقى شوية فصوص توم زي ما أنتِ شايفة. حطينا دلوقتي الخل وبصل وتوم وطماطم والفلفل. وهاعصر بقى ليمون. الليمون جميل جدًا في التتبيلة، والخل بيخلّي اللحوم معاكِ طرية، بتستوي معاكِ بسرعة، بيسهّل عملية التسوية. التتبيلة دي جميلة أوي، ممكن تستخدميها كده من غير ما تحطّي أي إضافات، ممكن بعد كده تحطّي إضافات تانية بعد ما تعمليها. هاورّيها لِك بعد ما نضربها ونعملها، وأقول لِك إيه الميزة اللي فيها، وإيه اللي بيخلّيها فعلًا يعني حاجة كده من الآخر، وبتخلّي معاكِ الحاجة التوابل ريحتها جميلة أوي. أنا هنا حطيت برضه ربع كوباية زيت زي ما أنتِ شايفة. يبقى أنا حطيت ربع كوباية خل وربع كوباية زيت والبصل والتوم. التوابل معايا هنا أهم حاجة الأساسية الملح طبعًا، حاطة معلقتين كبار. هنا توابل فراخ، وهنا كركم، معايا فلفل أسود، ومعايا كمون، ومعايا 7 بهارات، ومعايا ورق لوري، ومعايا بابريكا، ومعايا هنا كزبرة ناشفة مطحونة. كل التوابل مطحونة وجاهزة. هاحطها في الكبة كله مع بعضه مع الحاجة اللي إحنا حطيناها. هنضربها تتبيلة سريعة جدًا ما بتاخدش وقت ولا مجهود. أهم حاجة ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب ونفعّل الجرس عشان يوصلنا كل الوصفات السهلة الجميلة دي. زي ما أنتِ شايفة دلوقتي أنا هاضربها عشان تطلّع يعني أحسن نتيجة معايا. كل ما تضربيها أكتر وتبقى ناعمة معاكِ، ما تبقى مش محتاجة إنِّك أنتِ تصفّيها أو محتاجة أي حاجة، بتدّيكِ فعلًا طريقة حاجة يعني مشويات جامدة أوي، وريحتها بتبقى جايبة لآخر الشارع. بتستخدميها ممكن لو أنتِ مسوية الفراخ وبتتبّليها بالتتبيلة دي وتحطّيها في الفرن، بتبقى زي المشوي بالضبط، بيبقى طعمها جميل جدًا وحاجة جامدة من الآخر. أجمد وأحلى من أكل المطاعم وأنضف بكتير. التتبيلة دي أساسية، أنتِ ممكن بعد كده تضيفي لها معلقة عسل نحل، ممكن تضيفي لها معلقتين زبادي، على حسب ما أنتِ عايزة. ممكن تحطّي أي صوص أنتِ عايزاه، صويا صوص أو بيست رمان أو أي حاجة. خل رمان، اللي أنتِ عايزاه بتحطّيه. لكن هي دي التتبيلة دي الأساسية يعني قاعدة أساسية موجودة في كل أي تتبيلة لازم تعمليها يبقى المقادير دي موجودة. فعلًا بترفع معاكِ المشويات لحتّة عالية أوي. أنتِ ممكن تستغني عن أي إضافات، هي كده جاهزة وكاملة وتمام جدًا، جدًا. تنفع في أي مشويات زي ما قُلت لِك. في كتتبيلة سمك ممتازة جدًا. بتتبّليه وكده مش محتاجة إنِّك أنتِ تعصري عليها ليمون تاني أو تحطّي أي حاجة، لإن كل حاجة موجودة فيها. الزيت بيدّي لمعة جدًا للمشويات وبيخلّيها حلوة أوي ولونها دهبي وجميل. الخل بيخلّيها طرية معاكِ وتستوي معاكِ بسرعة. إحنا كده خلاص أنا خلّصت التتبيلة بافضّيها معاكِ قدّامِك، شايفة لونها عامل إزاي، شكلها عامل إزاي. ريحتها دي بقى حاجة تانية خالص. ما شاء الله، ما تنسوش تحطّوا اللايك فعلًا. يعني حاجة بُصّي شايفة عاملة إزاي. اوعوا تنسوا تحطّوا اللايك وتدعموني. وأي حد عايز وصفة يحطها لي في الكومنت تحت وأنا أعملها لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.